وانا قلت لكم نشم رائحه الرساله تاع جمال بالماضي كي خرج بعتو حسين الفلاح وبدات الهضره بلعنا لهم فمهم، عاودوا خرجوا من ضمن باللي الاتحاديه صادي وجماعته داروا هذا القالب هدايا. باش نزيد نفكركم 11 مونديال هي اللي خرجت اول صحيفه خرجت قالت باللي جمال بالماضي يستقيل في الكوت ديفوار لا تشفى وبالتراضي. راكم فاهمين ولا ما راكوش فاهمين؟ يعني عندهم علاقه مع الاتحاديه. 11 مونديال لا تشفى اول صفحه قالت قبل تويتر تاع والد صادق قالت باللي جمال بالماضي بالتراضي وكذا. صفحه ليكيب هذه قلت لكم ليكيب 11 مونديال عندها علاقه، وما داروا له حوار مع 11 مونديال. قالوا له باللي الشعب الجزائري باش كيما نقولوا راهم غاضبين، راهم يقولوا عليك تخمام الشياطين، راهم غاضبين عليك باللي كنت تردد وكذا. هو سبوه هذاك، سبوه من حقه، من حقه يخرج بهذا التصريح باش لان كاين الناس اللي حتى الان مازالت بون خلطوا يقول لك هادو ما كانوا يترددوا لو كان عيط لهم فرنسا ما يجيش راه يدافع على نفسه. هذا ما كان قال لك عيط لي يجي ديرك ما ترددت ما والو، مع العلم راني جبت لكم صوت وصوره يقول لكم تردد. فقالوا له هضر هذه الهضره باش تدافع على نفسك. يعني هما خبتهم باش يديروا موضوع ضد على بالماضي، وهو بالعقول باللي زعما بالشعب الجزائري باش يحبك لان كاين بعض الناس راهم يقولوا انت كنت تردد. هذه الاولانيه مع راني نقول لكم 11 مونديال اللي خدمتها مع صادي في الكوت ديفوار. انت كذاب، انت يفو با تكذب يا والله غاي يكذب ويخرط ويزيد ونعرفه مليح. نعم والله العظيم انت عايز يدوخني هذا الانسان هذا كبير. انت بتدافع عن الجزائر، نحن مضطرون للحديث عن مسيرتك ايضا في الفريق الوطني. لقد بدات مع فريق فرنسا تشاد في النهايه من هناك قبل عامين اخترت الخضر فريق الجزائر، انه اختيار نابع من القلب. اتخيل انها كانت فكره طويله، اتخيل انه كان من الصعب اتخاذ هذا القرار، لكن لماذا فعلته؟ نعم، ولا لأنه بصراحة أول مرة تحدثت مع يعني كان المدرب بيلا ماضي اللي كان يقود الفريق. أول مرة تحدثت معه كانت قبل شهرين من أول اختيار لي، وقبل ذلك لم أكن قد تحدثت معه أبدا وفكرت حينها، لكن لم أفكر كثيرا لاتخاذ القرار. مع الثقافة الجزائرية ودي كلاهما جزائريان وكل العائلة الذي عائلة هناك، لذلك كما قلت لم أفكر طويلا. وصراحة أنا سعيد جدا بالشكل الجميل عندما على الإطلاق. تكون فخر كبير تكون ارتدي هذا القميص. بالضبط، أنا أخذ الوقت للحديث عن ذلك وأقول أن هذا موضوع طرحي كثيرا بشكل متكرر. هذا هو الازدواج الجنسية، كنتم المفترض أن أرب للبحث عنهم سنهم لم يأتوا، وكنتم تتساءلون لماذا، وربما حتى كنتم تعتقدون أننا ربما لم نقم بخطوة مهنجبوهم. وكنت أقول لكم عدة مرات أن العمل قد تم، ولكن لا أستطيع التعمق أكثر في التفاصيل لأنه كان من الممكن أن يضع. على أي حال محتوى مناقشاتنا يمكن أن يثير إذا عرضت ذلك قد يخلق الكثير من الجدل ويمنع اللاعبين من الانضمام في النهاية إلى هذه التشكيلة. أنا أتحدث هنا عن أمين بوري لك، ولقد تم التواصل منذ فترة طويلة. الاتصال لم يحدث أبدا، توقفت عن أن تكون لم تقطع أبدا. سواء نيور انتظر، لا تطلب مني على الفور إجابة، لأن إذا أعطيتك إجابة فورا قد لا تعجبك، وربما لا تعجب الديومو الجزائري، ربما اليوم لم يكن سيأتي أبدا. إذن هل تدركون اليوم النتيجة؟ كل هؤلاء اللاعبين جاءوا من عملية بدأت قبل 3 سنوات، قبل 4 سنوات لروسي. كل ذلك إنها عملية بدأت قبل 4 سنوات. عدة مرات قلت لكم العواسيج، العمل قد أنجز، العمل قد أنجز، العمل قد أنجز. والله النتيجة نراها اليوم بأعيننا، لذا من المهم الإشارة إلى ذلك. إذا كان البعض يريد التحدث عن ياسين عدلي مثلا، أيضا لا أعرف، ربما هناك أشخاص كانوا سيطرحون هذا السؤال. أستبق الأمر لأنه في نفس السياق هو لم يغير جنسيته الرياضية، لذا اليوم